هاي، ازيك؟ عامله ايه؟ النهارده جايه اكلمك عن سر السعاده او المفهوم الصح للسعاده. وده بصراحه سر انا اتعلمته الفتره اللي فاتت دي، فرق معايا كتير قوي وحسسني فعلا ان انا سعيده، حتى لو مش كل الامكانيات اللي حواليا مساعداني اني ابقى سعيده. فكملي معايا وانتي هتعرفي ايه هو السر ده. بصوا، ما ننكرش ان الحاجات الماديه بيبقى ليها تاثير على سعادتنا طبعا، ولكن الحاجة المادية لو تلاحظوا بيبقى تأثيرها لحظي جدا. يعني لو أنا كان نفسي في حاجة مادية وحصلت، بحس بتأثير حلو، ولكن لو أنا من جوايا مش راضية كفاية، أو لو أنا من جوايا مش سعيدة، خلينا نقول كفاية باللي عندي أصلا، بتبقى السعادة لحظية. برجع تاني للي مخي متعود عليه. أنا مخي متعود على حالة معينة أنا عايشة فيها، مستمد سعادتي من حاجات خارجية، فلما تأثير الحاجة الخارجية اللي حصل ده يروح، مخي هيرجع تاني لعادته. وعلى فكرة هي فعلا كلها من جوه، كل إحساسنا بالأشياء اللي بره نابع من جوانا. يعني ممكن يكون شخصين في نفس المكان، شخص حاسس إحساس مختلف تاني عن شخص حاسس إحساس إيجابي جدا، والتاني حاسس إحساس سلبي جدا في نفس المكان، لأنه تأثير دماغهم وتأثير أفكارهم وإحساسهم أصلا هو اللي بيأثر في إحساسهم بالأشياء الخارجية أكتر. أكبر مثال على كده حاجة حصلت لي الفترة اللي فاتت دي، ومن حوالي يعني 2021 كده، خلينا نقول 2020، آخر 2020، كان هدفي ان انا اوصل لشيء معين. مش هقول لكم ايه هو الشيء ده، لانه سر، يعني لاني مش عايزه ندخل في تفاصيل تانية يعني ملهاش لازمه. فانا هقول لكم بس انه كنت في حاجه كان نفسي احققها، والحاجه دي كنت متخيله ان هي لما تتحقق هتغير حياتي جدا ماديا. هتحسسني ان انا اسعد، هتحسسني ان انا وصلت للي انا عايزاه. والحقيقه اني قعدت بتاع سنه ونص، سنتين، احقق في الهدف اللي انا عايزه احققه ده، وموقفه سعادتي عليه. يعني ركزوا معايا في الحته دي، اني كنت موقفه سعادتي عليه، حاسه ان حياتي ناقصها الحاجه دي للاسف. ولما وصلت للحاجه دي بعد فتره سنه ونص او سنتين، لقيت نفسي اني ما حققتش اللي كان في خيالي. الحاجه دي حصلت، اخدت منها بعض المميزات، ولكن ما ادتش لسعادتي. انا ما كنتش حاسه ان انا سعيده زي ما كنت متخيله. الحقيقه انه لاكتر من سبب، واهمهم ان احنا خيالنا عن السعاده دايما بيبقى فيه كده شويه فانتازيا. يعني لما بنبقى عايزين حاجه معينه ومتخيلين ان الحاجه المعينه دي هي اللي هتسعدنا، بنبقى راسمين صورة حالمة جميلة كلها ألوان وعصافير وورود، وفاكرين إنه لما نوصل للحاجة دي هناخد بس مميزات الحاجة دي، ولكن الحاجة دي هيكون أصلا برضو ليها سلبيات. عارفين زي إيه؟ زي بنت مثلا متخيلة إن حاجة معينة هي اللي هتخليها سعيدة في الحياة، مثلا إن هي تتجوز شخص بعينه، الشخص ده هو اللي هيخليني سعيدة. وبعد ما تتجوز تكتشف ان هي ما كانتش سعيده زي ما متخيله، او ما بقتش سعيده زي ما هي كانت متخيله. ليه؟ لان هي رسمت التوقعات اللي انا بقولكوا عليها دي. غالبا لما بنعلق سعادتنا في شيء، يعني بصوا، انا مش عايزاكم تفهموا كلامي ان احنا ما يكونش عندنا طموحات، وان احنا ما نحسش ان احنا هنبقى سعداء مع اشخاص معينين، او ما نسعاش ان احنا مثلا نرتبط بناس احنا شايفين ان هم كويسين لينا لو هم فعلا كويسين. مش ده هدفي، ومش ده هدف الفيديو. انا هدفي ان انا اقول لكم ان لما نربط سعادتنا بشيء معين، هي دي المشكله لسببين مهمين جدا. اولهم زي ما قلت لكم التوقعات، ان احنا بنكون توقعاتنا خياليه، ومحدش يقول لي ان توقعاته مش خياليه. عارفين كلنا كده، زي ما بقول لكم كده المثل بتاع الجواز ده مثلا، انه كلنا مثلا متخيلين احنا لما نرتبط بالشخص احنا بنحبه هنعيش معاه حياه ولا في الاحلام، والكلام الظريف ده كله، ونكتشف ان هي حياه زي اي حياه، فيها مشاكلها وفيها عيوبها وفيها مميزاتها، ولكن بتكون عيوب ومميزات مختلفه عن حياتنا السابقه، مش اكتر ولا اقل. تاني حاجة غير التوقعات هي ان احنا نعلق سعادتنا على شيء معين، مش نكون حاسين بالسعادة احنا من جوانا، او ما نكونش احنا اللي راضيين بحياتنا بشكل يحسسنا ان احنا مبسوطين وسعداء، ودايما معلقين حياتنا على الحاجة اللي هتحصل في المستقبل. وهو ده سبب التعاسة من وجهة نظري، ان احنا طول الوقت معلقين سعادتنا على حاجات هتحصل لسه في المستقبل، فبنقول لعقلنا كده بشكل غير مباشر ان احنا دلوقتي مش سعداء.
ولما الشيء ده يحصل ويخلف توقعاتنا بنرجع تاني تعثر، فهي بتبقى دايرة مفرغة. الحقيقة انه بعد التجربة دي اللي هي تجربة الحاجة اللي انا كان نفسي احققها في 2021، مش تجربة الجواز، محدش يفهمني غلط، بعد التجربة دي صدقت انه السعادة لو مش جوايا اصلا، عن طريق ان انا مبسوطة بحياتي دلوقتي، اني راضية بحياتي الحمد لله، اني راضية بالمميزات اللي موجودة في حياتي دلوقتي، واللي على فكرة هي كل اللي انا محتاجاه. لما ربنا بيكون حاططنا في ظروف معينة، ربنا بيبقى عارف ان هو ده كل اللي احنا محتاجينه في الوقت ده. حتى لما بنمر ببعض المشاكل او ببعض الحاجات السيئة، بتبقى اعداد لينا لحاجة في المستقبل، بتبقى اختبار لينا علشان الدار الحق او الدار الاخرة. احنا بقيت حاسه شويه ان كل تفكيرنا بقى محصور في الدنيا بس، وناسين انه في حاجات بتتحوش لنا في الاخره، وفي حاجات بتتحوش لنا في الدنيا، في تجارب بنمر بيها في الدنيا علشان حاجه جايه في المستقبل ربنا بيعدنا ليها. لما نحس ان احنا عندنا دلوقتي كل حاجه، وخصوصا لما يكون عندنا فعلا كل حاجه او حاجات كتيره قوي، مش ضروري كل حاجه اللي في بالنا احنا، ممكن فعلا لو قعدنا نعدد اللي عندنا دلوقتي هنكتشف ان احنا عندنا حاجات كتيره قوي، بس محتاجين بس نركز ان الحاجات دي عندنا، محتاجين ناخد بالنا انه عندنا حاجات تكفينا، مش ضروري طول الوقت نفكر في اللي ناقص واللي لسه ما جاش. دي هي الطريقة اللي تخلينا مليانين من جوه، مش فاضيين ومستنيين طول الوقت حاجة تملانا من بره. عارفين، برغم ان انا وقعت في الغلطة دي وحاولت ان انا ما اكررهاش تاني، وعايزة اقول لكم كانت بتبقى من اسعد فترات حياتي، الفترات اللي بحس ان كل حاجة عندي دلوقتي هي اللي مكفياني، كل حاجة عندي دلوقتي هي اللي بتسبب لي السعادة. انا سعادتي بالرضا في اللي عندي دلوقتي او باللي عندي دلوقتي، فبحس اني مليانة من جوايا، وده فعلا بينعكس على صحتي النفسية، بينعكس على شكلي، بينعكس على راحتي، بينعكس على تعاملي مع اللي حواليا. بحس فعلا ان انا الحمد لله سعيدة، انا مش مستنية حاجة تانية تخليني سعيدة. الحاجة اللي نفسي فيها حصلت اوكي، ما حصلتش اوكي، انا عندي اللي يكفيني. برغم ان انا زي ما قلت لكم عديت بالحاجة دي قبل كده، وقررت ان انا اعمل كده، كانت من اسعد فترات حياتي اللي فكرت فيها بالطريقة دي، ولكن وقعت في الفخ تاني لما عملت قناة اليوتيوب. في بداية ما عملت قناة اليوتيوب الجديدة دي، كنت عاملاها علشان اناقش فيها افكار بتيجي في بالي او حاجات استفدت منها انقل التجربة لغيري وبس. ابتدت الجري ياخدني، ابتدى الالتزام فيها يخليني احس انه لا، انا عايزه اوصل لحاجه معينه في وقت معين، وابتديت ادخل نفسي او كنت هبتدي ادخل نفسي في حاجه تعيسه، او ان انا مش هبقى سعيده غير لما ابقى مثلا رقم معين، او انه لما يبقى عدد معين اللي بيشوفني. وبعدين عدت قدامي حاجه كده خلتني اقف مع نفسي وافكر شويه. واحده عندها قناه يوتيوب مشهوره جدا، أجنبية، عندها حوالي 4 مليون أو أكتر، لقيتها في فيديو بتعيط ومصورة نفسها وهي بتاخد جلسات علاج نفسي أونلاين وحاجات كده. فللحظة استوعبت إنه، وعلى فكرة هما بيبقوا بيشيروا الحاجات دي قاصدين علشان يعرفوا الناس إنه كلنا بنمر بأزمات نفسية، وإنه ده عادي، ودي حاجة حلوة قوي وحاجة إيجابية جدا. فكرت إنه هي عندها حاجة بتهيالي ناس كتيرة بتحلم بيها، وممكن ما تكونش أصلا متخيلة إن هي ممكن توصلها ولا حتى في أحلامها، ولكن هي برضو بتعدي بأزمات نفسية، برضو بتعدي بأوقات بتكون تعيسة فيها. فمفيش حاجة بتخلينا سعداء في المطلق، مفيش حاجة خارجية هي المسؤولة عن سعادتنا. السعادة هتفضل وستظل من جوانا، هي دلوقتي من جوانا وهتفضل من جوانا. لو احنا من جوانا مليانين كفاية، هنحس ان اي حاجة بتحصل لنا كويسة بتخلينا سعداء اكتر. اي حاجة بتحصل لنا مش كويسة، او اي حاجة ما بتحصلش، ما بتأثرش على احساس الرضا او الامتلاء الداخلي. ما بنحسش ان احنا فاضيين لمجرد ان في حاجة مادية لسه ما حصلتش، فاهمني؟ فلحقت نفسي على اخر لحظة تاني، وقلت لنفسي انه السعادة من جوايا، السعادة باني احس ان كل موجود دلوقتي خير، كل موجود دلوقتي هو كل اللي انا محتاجاه. انا بس على سبيل المثال قناة اليوتيوب، مش لما ابقى 100,000 هبقى سعيدة، ومش لما ابقى مليون هبقى سعيدة، انا سعيدة علشان انا مكتفية باللي عندي دلوقتي. لو بفيد بنت واحدة او بنتين او 3 بس،
وبغير حياتهم للأحسن، ده عندي كفاية. لو بس البنتين التلاتة دول كتبوا لي تعليق قالوا لي إن حياتهم بقت أفضل، أو إنه فكرتهم في الحاجة السيئة دي اتغيرت للأحسن، أنا هبقى سعيدة. لما نكون سعداء بالموجود ده هيكون أفضل بكتير. عارفة إنه مش سهل، أنا عارفة إنه مش سهل، ولكن مش مستحيل ومش صعب حتى إن إحنا دايما نفكر بالطريقة دي. هو ده سر السعادة، ان احنا نكون ممتلئين من جوانا، احنا مش مستنيين حاجه ماديه خارجيه هي اللي تحسسنا ان احنا سعداء. لان لو فضلنا نستنى حاجات ماديه، الحاجات الماديه هتتحقق وهنكتشف انه ما خدناش السعاده اللي احنا كنا بنحلم بيها، وهنفضل ندور على حاجه تانية بعدها وحاجه تالتة بعدها. فيها ايه لو طورنا من نفسنا وغيرنا من نفسنا وسعينا ان احنا نحقق حاجات اكتر من غير ما نحس انه الحاجات دي هي المسؤوله عن سعادتنا؟ ما فيهاش اي حاجه اعتقد. اتمنى لكم كل السعاده، كل الرضا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.